السلام عليكم، ألف مبروك للأهلي. النهارده الأهلي فاز على القطن الكاميروني 3-0. محمد شريف جاب جون في الدقيقة 53، أسرع هدف في النسخة الحالية، وده حاجة حلوة قوي. الأهلي اتغير أسلوبه النهارده عن الماتش اللي فات مع سان داونز. الأهلي النهارده كان بيلعب من لمسة واحدة، وده اللي ميز الأهلي وخلاه يقدر يجيب أجوان. محمد طاهر فاق عن قبل كده، وبقى قدر إن هو النهارده يعمل يغير في شكل الأداء. محمد شريف اتصاب بعد ما جاب الهدف الأولاني في الدقيقة 56 في الثانية 56، أسرع هدف في النسخة الحالية، واتصاب في الدقيقة 32. وطبعا الطبيب الأهلي أحمد أبو عبلة قال إن هو عنده كدمة في الحوض والضلوع، فطبعا قرر إن هو يستبدله أحسن عشان الماتش اللي جاي إن شاء الله بتاع سان داونز يوم السبت الجاي. الأهلي النهاردة غير أداء لعبه خالص. الأهلي النهاردة كان بيلعب من لمسة واحدة. علي معلول رجع علي معلول بتاعنا اللي احنا عارفينه، بيلعب من لمسة واحدة. أحمد قندوسي الهدف التاني اللي جابه برضو أثبت جدارته بارتداء تيشيرت النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي في الماتش اللي قبل اللي فات كان حاطط يافطة بيقول إن ما ينفعش حد لاعب يلبس تيشيرت النادي الأهلي إلا لما يبقى جدير بيه، وده فعلا في لعبة كتير لابسة تيشيرت النادي الأهلي بس مش حاسة إن ده الأهلي، مش عارفة إن ده نادي كبير. بس الماتش ده اللي احنا كنا فيه النهاردة قطن الكاميروني، الحمد لله اللي احنا كسبنا. طبعا نتمنى ان الماتش سان داونز ان احنا نكسب، او على الاقل تقدير ان احنا نتعادل، لان احنا لو خسرنا طبعا الخسارة دي هتضيع حاجات كتير. النهاردة طبعا سيد عبد الحفيظ بعد الماتش صرح وقال ان احنا قبل كده حصل معانا نفس الموقف، فطبعا واحنا اللي نقدر نحسن موقفنا مش حد تاني. ما ينفعش نستنى الفرق التانية هي اللي تخلينا نطلع الدور اللي بعد كده. ان شاء الله ان شاء الله اخر 3 نسخ اللي هو قالهم يعني سيد ابو حفيظ، اللي هي سنة 2013 لما خسر من اورلاندو الجنوب افريقي، وبعد كده حسمنا التأهل في مرحلة المجموعات بنسخة 2021 وفوزنا باللقب. وإن شاء الله إن شاء الله برضو السنة دي نعمل نفس اللي احنا عملناه إن الأهلي عمله قبل كده. طبعا جماهير الأهلي النهاردة عملت حاجات حلوة كتير قوي النهاردة. استاد السلام، مش عارف الأهلي من ساعة ما لعب على استاد السلام عنده 9 إصابات، كل شوية لعيب يتصاب كل شوية لعيب يتصاب. لما كانوا بيلعبوا في استاد القاهرة يعني مش عارف، الاستاد كان واسع وكان اللعيبة بتقدر تلعب كويس فيه. بالنسبة لاستاد السلام لازم الإدارة يعني تشوف الاستاد ده مش هو ان الأهلي هيلعب عليه الماتش الجاي، ما ينفعش. ان شاء الله طبعا نكسب. الجماهير النهاردة احتشدت بقوة عند نادي السلام وملعب السلام عشان النادي الأهلي، وطبعا شجعت النادي الأهلي قبل الماتش وفي الماتش وبعد الماتش، وده جمهور النادي الأهلي، وده اللي احنا منتظرينه فعلا من جمهور الأهلي، لأن الأهلي دايما هو بجمهوره. إن شاء الله الفيديو الجاي هنشوف وأقول لكم على الأهلي، وبالنسبة للتسديدات وهنقول لكم كل الديتيلز بتاعة الماتش، كل فريق كان فيه ايه، والأهلي كان مستحوذ قد ايه. يعني ممكن يكون نقول الأهلي كان مستحوذ بنسبة حاجة و70%. القط معرفش يعمل حاجة،
التسديدات بتاعة الاهلي يعني كان في ميس باص، مش عارف ليه، وكان في ميس باص وناس لوحديها. النهارده كنت اتمنى ان حمدي فتحي يجيب جون، بس حمدي فتحي يعني مش عارف العارضة عاملة معاه شغل كبير اوي النهارده. ف وطبعا شادي حسين مش عارف، شكله مش عارف لسه عايز يتأقلم مع الأهلي. فلازم ان هو برضو يحاول بقدر الامكان ان هو ما يحسش بضغط الجماهير، لان في لعيبه لما بتحس بضغط الجماهير ما بتقدرش تلعب. ممكن تقدر تدي في نوادي تانية، لكن ممكن ما يديش في نادي ليه جماهيره زي جماهير النادي الاهلي. بس شادي حسين يعني اتمنى فعلا ان هو لاعب ممتاز، وان شاء الله ان هو يقدر يأقلم نفسه، ويقدر ان هو يلعب تحت الضغط الجماهيري زي احمد قندوسي اللي النهارده حط بصمته النهارده، اللي بيثبت ان هو جاي يلعب في مراكز كتير جدا جدا جدا، وكولر هيستخدمه في حتات كتير قوي. هو النهارده خرج مصاب في اخر الشوط التاني، وان شاء الله الاصابه دي ما تبقاش اصابه جامده، تبقى اصابه خفيفه، ونتمنى ان هو يعني يكمل الماتش الجاي ويبقى احسن من كده بكتير. الإصابة بتاعته تخف، وأتمنى إن كل المصابين يرجعوا الأهلي الماتش الجاي، أو على الأقل جزء منهم، لأن إحنا محتاجين كل لاعب، محتاجين الجمهور جدا. طبعا إحنا مش هقول إن في إن اتحاد الكورة ولا أي حاجة من الحاجات دي إن هما مش هيساندونا ولا هيعملوا معنا أي حاجة، لأن كله بيحارب الأهلي، لأن الأهلي منظومة ناجحة. إحنا بس اللي نقدر نقف جنب الأهلي، احنا ابناء الاهلي، احنا جمهور الاهلي، احنا دايما اللي بنقول الاهلي في قلبنا مش في حتة تانية. الاهلي دايما بيخرج من ازمات اللي هو فيها، ويخرج ويبقى احسن من الاول بكتير. النهاردة الاهلي التالت في المجموعة بتاعته، وان شاء الله الماتشات الجاية كلها تبقى مكسب، مفيش خسارة خالص للاهلي. احنا عندنا ماتش سان داونز بره، وبعد كده عندنا قطن الكاميروني، وعندنا بعد كده الهلال، وان شاء الله 3 ماتشات دول نكسبهم ب9 بونت، وان شاء الله هنكسبهم. وانا ان شاء الله عندي احساس بكده. وقبل ما اقفل معاكم النهارده احب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. رمضان قرب، والنهارده طبعا زينة رمضان حطيناها، وكل سنه وانتم بخير يا رب وسعاده، وان شاء الله رمضان ده يبقى كل الناس سعيده، والاهلي يبقى في المقدمه ان شاء الله في شهر رمضان. انا عارف ان كل الفرق هتعمل كل حاجه عشان الاهلي يخسر عشان بطل، بس طبعا الابطال ما بيهمهمش اي حاجه. نشوفكم على خير، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. معلش انا طبعا الفيديوهات بعملها على فترات، لان في عندي شغل كتير، وكنت مريض الايام اللي فاتت، والحمد لله بنا كويسين. ونتمنى ان انتوا يعجبكم الفيديو، وما تنسوش الشير والسبسكرايب واللايك عشان يوصل لناس كتير. وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن حاجات تانية كتير، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.